الزمالك واصل انتصاراته اعزائي المشاهدين بفوز هام جدا على انبي بهدف نظيف. تعالوا نشوف الهدف مره ثانيه اللي سجله كهرباء. الاستلام واللف والدوران والتسديد، ولا احلى ولا اروع ولا اجمل، وفوز او هدف ب3 نقاط لنادي الزمالك. قبل ما اتكلم الحقيقه على المباراه لازم اكون واضح وصريح. يعني ما علاقه مباراه كره القدم بعمرو دياب ومحمد منير شعبان عبد الرحيم وسعد الصغير؟ واضح، انا اهو بتكلم بوضوح شديد جدا يعني. وانا ممكن اتكلم على عبد الحليم حافظ، وممكن اتكلم على عادل امام، وعادل امام اللي عمل فيلم الهلفوت. اذا كنا هنزرع تعصب من خلال التعليق على المباريات، انا شخصيا بعلن لكم على الهوا انه مثل هذه الاحداث لن اكون مشاركا فيها من بعد. خلاص موضوعي محسوم جدا يعني، كلامي واضح على الهوا جدا يعني. لا قصه اهلي ولا قصه زمالك، قصه ان احنا بنوصل لتعصب غير عادي. ده ناهيك بقى عن حاجات كتيره جدا بتحصل للامانه الشديده جدا يعني. ده امر غير مقبول على الاطلاق، وغير مقبول انه يكون موجود في التلفزيون المصري، وغير مقبول ان احنا نفضل كل شويه نوصل لتعصب ونوصل لتحيز، وبعدين نرجع نقول سبب التعصب ايه؟ سبب التعصب اللي بيحصل ده انه اصل شعبان عباسط ولا شعبان حموده ولا شعبان ليه شعبيته عباسط حموده، شعبان عبد الرحيم كل الاحترام طبعا وسعد الصغير، لكن هناك برضو الكينج وعمرو دياب وهاني شاكر. انا بقى ارجع اقول لك ده يقول عبد الحليم حافظ، ده كلام ملوش علاقه بكره القدم. احنا بنتفرج على كل المباريات في كل انحاء العالم بمنتهى الامان، وده امر الحقيقه بيغضب وبينرفز وبيزعل. اللي عايز بقى يكتب على السوشيال ميديا يهاجمني يكتب، اللي عايز يطلع في برامج بالليل يطلع يشتمنا يطلع يكتب، لكنه انا الاول للتصدي لمثل هذه يعني التصرفات بمنتهى الامانه. انا فاض بيا من مثل هذا الامر، وان كان الامر بالنسبه لي هذا اخر استوديو تحليلي فاهلا وسهلا بيه، لكن كده الحقيقه زياده اوفر. احنا معانا زميلنا العزيز حاتم بطيشه منتهى الحياديه. انا بعلق عربيات اهلي والزمالك، والزمالك يقول لك وشك حلو وحاجات جميله بتحصل، وطبيعي جدا ان احنا نتكلم وندي الفريق ده حقه وندي الفريق ده حقه، لكن كل مباراه فيها تلميحات وكل مباراه فيها هذا الشكل، ده امر الحقيقه بالنسبه لي اصبح غير مقبول على الاطلاق. نمره 3 انه كل شويه الضرب في الكابتن جمال غندور والتلميح على الكابتن جمال غندور والرمي على الكابتن جمال غندور لخلاف شخصي موجود مش مجاله الشاشه ولا مجاله التلفزيون المصري. في قناه خاصه حضرتك افعل ما بدالك طالما الناس في القناه راضيين عن ده، لكن مجاله الشاشه برضو اصبح امر غير مقبول على الاطلاق. نمره 3 اذا كان ده لارضاء حد معين، انا بالنسبه لي كمقدم ده امر لا يرضيني ولا يرضي الناس اللي معظمهم بيتفرجوا علينا. بوضوح شديد جدا كلام قد يكون صادم، لكنه بالنسبه لي هو ما بداخلي، واقسم بالله ليس له علاقه بشأني اهلاوي او زملكاوي، لو العكس كنت قلت مثل هذا الكلام. اسف للخروج عن النص، لكن خلينا نرجع تاني للمباراه. كابتن عصام.